غلطة الربط على طول. مهندس خالد هيشرح لنا أكبر غلطة بيقع فيها الفنيين بتوع الميكانيكا وإصلاح المواسير والعمارات، وقول لنا يا باشمهندس خالد إيه المشكلة اللي أنت بتشوف اللي معظم الصناعية بيقعوا فيها وأنت عارف طريقة إصلاحها بشكل علمي ودقيق لكيفية ربط وش السلندر، ويمكن يكون مكتوب لنا اللي إحنا نمنع أذى عن الناس ان شاء الله، فنقدر نقول لهم المعلومة بحيث اللي هو يتلاشوها وما يحصلهمش أي مشكلة. اتفضل يا باشمهندس خالد اشرح لنا على طول. بص يا هندسه، هنا كل وش سلندر 4 سلندر، المواتير ال4 سلندر كلها تكون 10 مسامير، 5 في الجنب اليمين و5 في الجنب الشمال. فالطريقه اللي الناس متعوده ان هي بتربط بيها وش السلندر بيجيبوا مثلا مسمار من اقصى اليمين ومسمار من اقصى الشمال، يربطوا عكس بعض ويبدا يجمع على الوش اللي هو الصليب. فبالتالي هيبدا يخزن الهواء كله، هيضغط الهواء كله جوه غرف الحريق، عشان هو بداوا من الاول وبداوا من الاخر. الصح بتاعه ايه يا باشمهندس خالد؟ الصح بتاعه ان هو بيبدا من هنا، يربط هنا قصاد بعض، مسمار هنا قصاد مسمار هنا من النص، ويبدا يجمع كده في حرف اكس، يبدا يخرج الهواء لبره، بيفرغ الهواء. ده الكلام ده كله بمفتاح العزم؟ مش بده، ده بيد عاديه خالص. انت بتجمع لسه، احنا لسه بنجمع. مش يد العزم دي ليها عزم نيوتن معين بالتواريخ، بيكون ليها عزم، ليها يد العزم دي بتكون في التواريخ خالص. دي اخر مرحله، ان كل مسمار لازم يتربط بعزم نيوتن معين، وكل عربيه بتختلف عن العربيه الثانيه، لكن هي طريقه في تجميع. احنا بنبدا نجمع المسمارين دول الاول، بيبدا الوش واضح حلو، يبدا يفرغ الهواء لبره، يوزع يعني الهواء هنا وهنا، بدل ما يبدا من الاحراف. ما هو لو بدا بالاحراف في هواء جوه، الهواء ده بيتضغط، يبدا لو لا قدر الله الوش سخن او حاجه الوش بيتقوس، الوش ذات نفسه فاسلم طريقه لربط وش السلندر احنا بنربط النص الاول، يبدا يفرغ الهواء يجيبه هنا، فبنجمع هنا عكس بعض، يبدا الهواء يطلع لبره. اخر مسمارين كده الهواء طلع بره خالص. ما عملناش كده، لو ربطنا من الاول هيبدا نضغط الهواء لجوه، ما خرجناهوش كده بره. بس فبالتالي احنا بنحمي وش السلندر من اي تلفيات لو ربطنا الرباط بالشكل المظبوط. بالظبط. شكرا ليك يا باشمهندس خالد، وربنا يستر طريقكم. سلام.